النهارده معانا 4 انواع من شوكولاته ديسباسيتو، ما فيش في حاجه فيها جيتار او هنغني، ما تقلقوش يعني. هو كان في انواع تانية ولا انت؟ هو في انواع كتير ليها، في وايت شوكليت، فيها شوكولاته بيضه، وفي انواع كتير. بس يعني دول الاربع انواع اللي جبتهم قولي الفلوس خلصت يعني. هو يا جماعه الفلوس خلصت، الانتاج يعني بص، هي الانتاج غالبا ما كانش معاه فلوس فغالبا ما جابت الاربعه دول، او في حاجه اتاكلت يعني، ده اللي احنا نعرفه بقى قدام. لا ما تاكلتش لسه. طب معانا اول حاجه البيكان اند سينامون، ومعانا الدارك 70%، دي غالبا باللوز. ايه دي فيها لوز وفيها فراوله. هنبدا بايه يا استاذ نظام؟ هنبتدي بالدارك ان شاء الله، بالدارك. اشمعنى الدارك؟ عشان بعد ما تاكل الشوكولاته العاديه لو جيت تاكل الدارك هتلاقي ان هي مره سنه. هي دي فيها سكر اصلا؟ عايزين نشوف نسبه السكر. المفروض دي فيها 17 جرام سكر و547 كالوري. دي صناعه مصري. بصوا شكل يا جماعه الشوكولاته، مشكلة هو طبعا عشان وشنا احنا في 2 فمش هيطلع، بس هو ده شكلها. الديزاين بتاعها حلو جدا، انا بحاول اجيب له. دي سعرها كام الشوكولاته؟ 35. دي 35. طب حلو، نفتح الشوكولاته كده. هو تغليف يا التغليف جماعه، نضيف قوي. بصوا التغليف فاخر جدا. التغليف فاخر، هو فويل مقفول فلطيف جدا. ولطيف ان هو ممكن تفتحه وتقفلها تاني، ان هو والله يعني ممكن تفتحه بالشكل انك تعرف تقفلها تاني. هو سؤال بس، هو احنا يعني احنا بنيجي نفتح الشوكولاته بيبقى منها حاجه وبنشيلها بعد كده؟ ساعات. هي مربعات طويله، هي مش باينه طبعا عشان هي دارك. معلش احنا محتاجين ندوق الفار الصندوق اللي عندنا. حلوه جدا. طب حلو. هو حلو جدا. بصوا يا جماعه، هي فيها المراره بسيطه بس مراره محببه. يعني الشوكولاته الدارك في العادي بيبقى فيها سنه مراره كده، بس المراره اللي هنا الموجوده دي مراره ما تتضايقش منها، لانها مراره الكاكاو، يعني طعم الكاكاو باين جدا فيها. لا هي السكر اللي فيها سكر مظبوط، مش عالي قوي، ما تحسش ان انت بتاكل المراره الرهيبه. هي فيها نسبه سكر بسيطه والمراره فيها حلوه. طب انا حبيتها. لا هي فعلا حلوه. تكون مع القهوه حلوه جدا كمان. مع القهوه؟ مع القهوه التركي. تاني نوع معانا النهارده. حلو. ايه النوع التاني بقى؟ لا ما احنا مش هنعرف. مفيش عزف تاني؟ لا. هنزل لكم فيديو تاني فيه عزف تاني. طب انا هنقي بيكان والسينامون. بصوا البيكان ده المفروض ان هو حاجه كده شبه عين الجمل بس متنكره، من غير المراره بتاعت عين الجمل. عين الجمل مر، في سنه مراره، في افتر تيست كده، في مراره. خبيره الشوكولاته يا جماعه يعني. لا هو لا ده مكسرات مالهاش علاقه. خبيره المكسرات يا جماعه. طيب انا هجرب البيكان والسينامون. عايز اقول لكم بقى ان هي فيها نفس نسبه السكر بتاعت الدارك شوكليت، يعني واضح ان هي الدارك شوكليت فيها سكر عادي. فبصوا الدارك شوكليت دي مش دايت، هي فيها سكر والسكر بتاعها عادي، مش سكر قليل، فما تجيبهاش اساس ان هي دايت او حاجه. هي لو انت بتحب طعم الدارك شوكليت يعني. طب هنجرب بقى دي. كفر حلو جدا بصراحه، يعني مميز قوي، وبعدين اللي عمل الديزاين فعلا فنان. بكام دي؟ برضو ب 35 جنيه. كل الانواع ب 35. ايه ده؟ كتابه هي مختلفه. دي شوكولاته بيضاء؟ دي وايت شوكليت. انا بالنسبه لي بتفكرني بطعم السينابون او السينامون رول، علشان خاطر الصوص اللي عليها طعم السينامون مع طعم نفس طعم السينامون رول. بصوا هي بالنسبه لي مش شوكولاته، هي جميله طعمها حلو. طعم القرفه جاي من بعيد شويه. طعم البيكان يعني ممكن نقول ان هو ما جاش قوي يعني، بس هي طعمها حلو. لا بس في حتت بيبقى فيها لا هي فيها وطعم القرفه باين. انا يعني بقول الطعم باين، مش باين الطعم باين. بس اللي عايز اقول ان هي مش شوكولاته، هي شوكولاته بيضاء، وطعمها برضو الاضافات بعيده شويه عن طعم الشوكولاته البيضاء. فلو انت بتحب الشوكولاته البيضاء زي ما هي، دي مش شوكولاته بيضاء، دي شوكولاته بيضاء عليها اضافات فمغيره الطعم بتاعها شويه. بس هي طعم حلو جدا. التركيبه نفسها حلوه ما تضايقكش، بس هي مش شوكولاته. هي التركيبه حلوه، حاجه حلوه، طعمها مختلف عن الشوكولاته العاديه. لو في ناس اعرفهم مش بيحبوا الشوكولاتات، مش بيحبوا طعم الكاكاو. لو انت مش بتحب طعم الكاكاو فده حاجه حلوه. انا بالنسبه لي هي فعلا قريبه للسينامون رول. هي اقرب للكريمه كده شويه، كريمه مختلفه، هي كريمي قوي وطعم القرفه مش وحش. طعم القرفه حلو جاي من بعيد، ما فيهاش مراره، ما فيهاش تجزيع كده. طيب فاضل كده معانا نوعين. نبدا بايه؟ الالمون. ماشي. دي ميد وذ لاف، مش عارف عليها لاف ولا عليها كلهم ميد وذ لاف. كلهم ميد وذ لاف والله. ده شكل الغلاف اهو. مش عارف الحب باين ولا لا. باين. هو غالبا الحب باين طبعا. ولا فضول. طيب دي شوكولاته اهي، الشوكولاته خالص لونها بني جميل محبب. مساعدين الانتاج ممكن ياخدوا يدوق بقى. عايز اقول لك ان انا بحب اي شوكولاته بدوز. انا فاكره اسمها ايه؟ فاكره أنا. لا استني بس، انا بتكلم دلوقتي. ندوق بقى كده. بسم الله. اللوز ده مكرمل صح؟ هو انا بالنسبه لي المميز في الشوكولاته برضو ان هي سكرها مش عالي. يعني هو ده من ضمن الحاجات المميزه، ان انا لما باكل شوكولاتات تانية
السكر بتاعها بيبقى عالي. بالظبط. دي السكر بتاعها مش عالي. بص هي دي طعمها كويس، طعمها الشوكولاته كويس، السكر بتاعها مظبوط، طعم الشوكولاته كويس هيعجبك. طعم الشوكولاته هنا، الشوكولاته طعمها كويس، طعم اللوز كويس، واللوز مكرمل كده، ليه حاجه زي ديم او الكراميل اللي هو المقرمش ده، شويه بيمسك في السنان طبيعي، ده بس ده الطبيعي بتاعه يعني، ده العادي بتاعه يعني. بس هي الشوكولاته طعمها كويس. كان في شوكولاته زمان باللوز كنا بنجيبها ايون. دي يا جماعه الشوكولاته كانت يوناني وفيها لوز كامل، يعني حبايه لوز كامله على بعضها كده، والشوكولاته نفسها كانت حلوه، كانت تخينه، فانت ممكن تاخد حبايه او قطع حبايه ايه تاخد قطعه مربع. هي مربعات، كنا ناخد مربع كفايه قوي. مربع كان حلو جدا. هي مش موجوده دلوقتي غالبا، راحت. لا هي موجوده بس قليله قوي، مش بشوفها زي زمان. موجوده بس بكام؟ هو ده السؤال. يعني كنت فاكره زمان بجيبها كانت ب 20 جنيه ولا 18 جنيه؟ 50 جنيه. كانت ب 50 جنيه في ايام الرخص. طيب انا طبعا يعني كمسؤول عن هذه القناه، انا هنقي اخر شوكولاته اللي هي بالستروبري والبيستاشيو والميلك شوكليت. لو وصلت للجزء ده من الحلقه بقى، هتسيب بقى الشوكولاته دلوقتي على جنب كده اهي، وتنزل تعمل ايه؟ تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو. نرجع بقى، رجعت عملت لايك وسبسكرايب، تعالى بقى نكمل. دي برضو فيها نفس كميه السكر، نفس كميه السعرات، هي سعرات واحده على فكره والفاتس واحده، فهي ما فيهاش يعني السكر واحد في كله، هم اللي هم ال 17 جرام سكر في كل في البورشن، ما فيش في الشوكولاته كلها غالبا يعني. لو عايز تقارن اعرف ان البيبسي فيه حوالي 50 جرام سكر، الشوكولاته دي فيها 550 سعر تقريبا، ده ربع احتياجاتك اليوميه من اللي انت محتاجه من السعرات، بس السكر اللي فيها قليل، يعني السكر اللي فيها حوالي 17 جرام. هي من ضمن الحاجات اللطيفه اللي فيها، هي سكرها مش بيجزع قوي، فهي لطيفه. والحاجه الثانيه ان هو فعلا قطعه منها كفايه، يعني ممكن تاكل قطعه منها، مش محتاج تاكل منها كتير. تاكل الشوكولاته كلها، هي دي لان نسبه الكاكاو اللي فيها حلوه، فبتحس ان انت يعني اشباعك من الشوكولاته حصل. العلبه اهي برضو، الديزاين يا جماعه الديزاين تحفه. في ريحه فراوله جميله جدا، يعني اول ما فتحت كده طلعت عليا على طول. تعالى تشمي كده، ده تحفه، حلوه قوي. يعني انا عجبتني ريحه الفراوله. ده كان مسلسل تركي تقريبا، ريحه الفراوله ده. ريحه الفراوله مساعدين انتاج طبعا، اول ناس تدوق الاول. اتفضلي خبيره الشوكولاته والمكسرات. بتفكرني بملكة اللي فيها كريمة فراولة في النص كده. أنا عايزة حتة كمان، يعني يمكن بسناء دارك شوكليت. أنا عايزة حتة كمان. طب حاضر، نخلص الحلقة. طيب لا دلوقتي. خلاص دلوقتي. طيب الأربع أنواع اللي جربناهم النهاردة، طعم الدارك شوكليت هي اللي كان طعمها كان باين قوي، طعم الشوكولاته كان باين، كان طعمها حلو جدا، فده مبشر. بقيه الانواع خصوصا اللي كانت بالبيكان والسينامون، هي طعمها قرب للكريمه بالسينامون والبيكان، بس طعمها مش شوكولاته. بقيه الانواع برضو طعمها مش شوكولاته قوي، يعني هي طعمها الطعم المضاف عليه طعم قوي وحلو، بس هي مش طعم الشوكولاته اللي انت تحس انك عايز تاكل شوكولاته. بس انا حاسه ان هي فيها قطع فراوله اصلا، ما هي يعني فيها قطع فراوله مش طعم. هي فيها قطع فراوله وفيها برضو الفستق مكرمل، بس انا مش حاسه بطعم الفستق قوي. الفستق مش حاسه مكرمل قوي، انا حاسه بطعم، هو مش حاسه بطعم الكرمله، بس حاسه بالقرمشه بتاعته، وقطع الفراوله نفسها حلوه قوي. ده قرمشه، دي مش قرمشه اللوز، مش قرمشه الفستق، دي قرمشه الفراوله، البذور بتاعت الفراوله. هي حتى اللي باللوز برضه طعمها ما كانش باين اولاني لا بس انا كواحده بتحب الشوكولاته وبتحب انواعها، انا بالنسبه لي كلهم حلوين. لا مش بقول طبعا هم ظابطين الطعم، بس هي مش يعني الشوكولاته الواحد ساعات واحد بنفسه في الشوكولاته بقى. طيب ايه انت بالنسبه لك، ايه اكتر نوع عجبك؟ انا ترتيبهم بالنسبه لي الدارك دي عشان فيها طعم الشوكولاته، فدي اكتر واحده عجباني طبعا. الباقي كله بالنسبه لي الشوكولاته بطعم، ايفن حتى اللي هي باللوز، اللوز طعم برضو الشوكولاته مش باين قوي، مش عارف ليه، يعني مفيش طعم الشوكولاته اللي هو بيبقى باين كده وصريح، ده مش موجود. فهنختار بقى بالطعم، فطبعا بالفراوله دي تعتبر بالنسبه لي طبعا حلوه جدا، وبعد كده البلوز، وبعد كده البيكان والكراميل. هي مش شوكولاته اصلا، حلوه بس هي مش شوكولاته. انا بالنسبه لي انا بحب الدارك اكتر حاجه، عشان انا بحب اصلا طعم الشوكولاته، دول في نفس المستوى واللوز اخر واحد، لان دول بالنسبه لي طعمهم مختلف. طعم مختلف بالظبط. انا كده بحس باكل حاجه حلوه طعمها مختلف. انت قصدك ان هي دي هي دي كشوكولاته لوز تخسر، يعني دي كشوكولاته لوز هي مش شوكولاته لوز. بصراحه انا دقت انواع اكتر طعمها احلى بكتير منها. اتفق معاك. فانا بالنسبه لي دارك احلى حاجه، والاثنين دول كطعم مختلف بقى خالص. ممكن مش انا فعلا ما دقتش الطعم ده في اي نوع تاني قبل كده، ودي بالنسبه لي بصراحه اقلهم يعني.
لان ممكن. طعم اللوز مش قوي، طعم الشوكولاته عاديه مش حلوه بس مش الواو. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو عايزين نكمل بقيه حاجات ديسباسيتو اكتبوا لي تحت في التعليقات. يعني ممكن تقولوا لنا مثلا انواع ان احنا حابين نجربها، وفي انواع كتير للدارك، وفي انواع اكتر كمان من 70%، في لحد تقريبا 90%، وفي انواع تانية شوكولاته بيضه، في كذا نوع يعني. اتمنى اكون ان انا كنت ضيفه خفيفه في برنامجك. انت مش بتحاول تاخدي يعني بتحاول steal you your are taking my thunder. you are stealing my thunder يعني. I'm not. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عايزين نكمل بقيه انواع ديسباسيتو اكتبوا لي تحت في التعليقات، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله باذن الله. كان معاكم محمد صفا و نوران. سلام.